مسيرة الرجاء، مسيرة اليوبيل لسنة 2025 بعنوان الرجاء لا يخيب. رسالة إلى أهل روما، الفصل 5 الآية 5. أحبائي، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية خلال هذه السنة أن تكون هناك سنة يوبيل استثنائي بعنوان الرجاء، حجاج الرجاء، حيث فتح سيدنا البابا فرانسيس باب كاتدرائية مار بطرس وبولس في روما الفاتيكان ليلة عيد الميلاد 24/12/2024. ومن خلال هذا الافتتاح سوف تفتح في جميع الكاتدرائيات المنتشرة في العالم الكاثوليكية أبواب الكاتدرائيات الرئيسية وكل الأسقفيات كيما تعلن عن بدء هذا اليوبيل، يوبيل الرجاء سنة 2025. أحبائي، اليوبيل هو نعمة، هو بركة، هو رجوع إلى البدايات، إلى العهد مع الله الآب السماوي، ونعيد الألفة والصداقة والعلاقة الأساسية والجوهرية مع ربنا وإلهنا يسوع المسيح. رغم كل التحديات، كل الأزمات، كل اللأوبالية المنتشرة في العالم، كل الحروب، أمنا الكنيسة تدعونا بشخص سيدنا البابا وكل الأساقفة والكرادنة كيما نعيش هذا الزمن بكثافة، زمن اليوبيل بعنوان الرجاء، الرجاء الذي لا يخيب، الله الذي هو رجاءنا الأول والأوحد والثابت.
طوبى للساعين سلام فإنهم أبناء الله يدعى طوبى للساعين إلى السلام إنهم أبناء الله يدعون. أحبائي مساء الخير. الرجاء لا يخيب، هذا هو عنوان اليوبيل لهذه السنة، سنة 2025. آية من رسالة بولس إلى كنيسة روما، الفصل 5 الآية 5. مسيرة حج وصلاة من لرعية مار يوسف إلى كنيسة الطاهرة كاتدرائية كنيسة الطاهرة، بهذه المناسبة مناسبة افتتاح الباب المقدس في هذه الكاتدرائية العذراء مريم أم الطاهرة. أحبائي، ما هو الحج؟ إذا نسأل سؤال، ليش نقوم بمسيرة الحج؟ على مود نجاوب على هذا السؤال، إذا نرجع إلى مصادرنا، إلى لغتنا السريانية، خاصة بالقاموس سيدنا المطران منا وجيم منا، يقول الحج هو فرح، الحج هو احتفال، هو زيارة، موسم، فرح، سرور. كل هالتعابير، كل هالمفاهيم دل أو تنطي معنى الحج. في المسيحية، في حياتنا المسيحية، شنو معنى كلمة حج؟ أحبائي، الحج هو رحلة روحية، رحلة إيمانية، مثل ما مشينا من كنيسة مار يوسف إلى الطاهرة كنيسة الطاهرة. هذه هي مسيرة أو رحلة إيمانية نقوم بها ويقوم بها الإنسان المؤمن. دا نحكي على الإنسان المؤمن اللي دا يعيش إيمانه، دا يشهد لإيمانه إلى أماكن مقدسة، أماكن إلها تاريخ، إلها صدى، إلها ثقل، إلها معنى. بالتالي الحج أو يعتبر الحج أحبائي خبرة كيما نتقرب إلى الله، خبرة أو مرحلة، علاقة نتقرب إلى الله ونعيد العلاقة أو الألفة أو الصداقة، وهذا الشيء يقوي إيماننا بصورة شخصية، الإيمان الداخلي الشخصي. هذا ما يتعلق بالحج. أما كلمة يوبيل، شنو معنى كلمة يوبيل؟ على مود نجاوب على هذه الكلمة، إذا نرجع إلى اللغة العبرية تعني قرن الكبش أو نسميه البوق، اللي فعلا هو الأداة اللي تستخدم للإعلان عن سنة اليوبيل، عن بدء سنة اليوبيل. وهذا الشيء اللي سمعناه من الأختنا راهبة سفر الأحبار أو اللاويين فصل 25. نسمع أو نشوف شنو معنى كلمة اليوبيل، يحكي أو يشرح يوضح كلمة اليوبيل. بالتالي أحبائي، اليوبيل هو مناسبة كيما لاستعادة العلاقة مع الله. علاقتنا مع الله تتطلب من عندنا أن نجدد هالعلاقة، نقوي هالعلاقة، وأيضا مع بعضنا البعض كبشر ومع الخليقة أجمع، الخليقة اللي نعيش بها. اليوبيل أحبائي هو تحرير وإزالة الظلم، على مود ما يبقى ظلم على هذه الأرض. وهذا الشيء يذكرنا بكلام ربنا يسوع في مجمع الناصرة، يقول: روح ربي علي ولهذا أرسلني ولأبشر المساكين، وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وأعلن سنة مقبولة لدى الرب. هذا ما نقرأه في إنجيل لوقا الفصل 4.
أيضا هو مأخوذ من إشعيا فصل 61. إذن بتاريخ الكنيسة، كنيستنا يعتبر اليوبيل أو فكرة إنشاء اليوبيل البابا بونيفاشيوس الثامن سنة 1300. أول يوبيل كان علن في الكنيسة الجامعة، وأيضا هذه كانت في البدايات، كان كل 100 سنة اليوبيل كان يحتفل بينه كل 100 سنة. مع مرور الأيام والسنوات أصبح كل 55 سنة ثم 25 سنة، ومع البابا بولس الثاني صار 25 سنة. بالإضافة أحبائي هناك أوقات استثنائية، أوقات خاصة سيدنا البابا يعلن سنة اليوبيل. مثلا في سنة 1933 علن البابا بيوس 11 الاحتفال بذكرى الخلاص 1933. أيضا سيدنا البابا فرانسيس سنة 2015 علن سنة الرحمة، كنا بالتهجير، علن سنة الرحمة. هذه بسنوات أو أوقات خاصة سيدنا البابا يعلن سنة اليوبيل. إذا نرجع، شنو هو اليوبيل ولماذا الكنيسة تعلن اليوبيل؟ إذن أحبائي اليوبيل هو فترة اهتداء، فترة راحة. إذا نبقى نشتغل شغل راح نبقى آلة، وعليه الكنيسة ومن الكنيسة تخلينا هالأوقات كيما نعيد التفكير، إعادة النظر بكثير أشغالنا، علاقاتنا. إذن هو فترة اهتداء وتوبة. فعلا لما نكون فعلا صادقين مؤمنين بأنه أكيد الله راح يسمعنا، يستجيب إلنا. إذن هو فترة من الراحة والاستقرار الروحي والنفسي، استقرار والراحة. أحبائي اليوبيل هو فترة أو وقت على مود فعلا نراجع أنفسنا، نراجع علاقاتنا، نراجع سلوكياتنا، أعمالنا، علاقتنا مع الله، مع بعضنا البعض، ومع هالبيئة اللي احنا مؤتمنين على هالبيئة، إلى أي حد احنا مهتمين بهذه البيئة. إذن اليوبيل أحبائي هو رحلة إيمانية. اليوبيل هو رحلة حج تبدأ فعلا بانطلاقة قوية ثابتة راسخة، كيما فعلا نتمكن على مود نواصل السير، نكمل المشوار رغم التحديات، رغم الصعاب، رغم الأزمات، لكن هي فعلا على مود تقوي إيماننا، نكون أكثر راسخين. إذن بالتالي اليوبيل هو رحلة البحث عن المعنى. اليوم إذا نريد نعطي معنى لهالحركة، لهالمسيرة، لهالوقفة، لهالابتسامة، اليوم هو الوقت المناسب، هو البحث عن المعنى ونعيد اكتشاف القيم والمضامين الإنسانية والروحية في حياتنا اللي فقدناها لسبب ولآخر، بانشغالاتنا، بهمومنا، بتحدياتنا. اليوم أو خلال هالسنة هي فترة ملائمة نعيد نكتشف كل هالأشياء، المضامين الأساسية بحياتنا. على مستوى الإيماني اليوبيل أحبائي هو فترة، هو اكتشاف قيمة علاقتنا بربنا يسوع، كيما يبقى يسوع هو المركز، يبقى يسوع هو المحور بحياتنا، على مود نوجه مسارنا، نوجه حياتنا نحو يسوع، والأشياء الأخرى تبقى ثانوية. إذن اليوبيل أحبائي وشون نتفاعل معه، مع هذا اليوبيل، هو انتباه ويقظة، هو انتباه ويقظة لكل حواسنا، لكل كلماتنا، لكل تصرفاتنا. علينا أن ننتبه لكل كلمة، لكل تصرف، لكل خطوة، أن نكون يقظين، أن نكون مستعدين فعلا كيما ننطي دليل على الرجاء اللي احنا فعلا دا نعيشه، دا نشهد له. هذا بالتالي أحبائي يرتكز على عمل الله الخلاصي،
لما ندخل أنفسنا بعمل الله الخلاصي نكون معنيين، نكون ملزمين، نكون مؤتمنين أن فعلا إذا ما نحس، إذا ما نشعر بهذه القيمة والمسؤولية راح يجي اليوبيل وراح يمر ولا يعنينا شيء. علينا أن ندخل أنفسنا، نعيش أيام اليوبيل، لحظات اليوبيل، كيما نكون فعالين، نتفاعل مع هذه العطية وهذه النعمة. إذا ما نكون فعلا نهتم، ما نطيق نوصل هالرسالة، ننطي هالرسالة للآخرين اللي نعيش معاهم يعني. وعليه احنا اليوم اكو رسالة احنا مؤتمنين نوصل، أن نقدم هذه الشهادة، هذا الإيمان، هذه الخميرة للآخرين اللي هم فعلا بمجتمعنا ودا نعيش معهم. كما أن أحبائي اللي ما يعيش محبة الله بحياته بصعوبة أن يوصلها للآخرين. الكلام ممكن يكون سهل، لكن التحدي هو بالعيش. لما نطبق ممكن مرات تكون صليب، لكن يكون له معنى، يكون له قيمة، يكون له ثقل. هالمحبة احنا مطالبين أن نعطي هالمحبة رغم كل العثرات. إذن بالتالي أحبائي مهم أن يرافق أعمالنا خلال هذه السنة، نسميه فعلا صلوات صادقة، صلوات عميقة داخلية. وبالتالي كل صلاة تنطلق من خبرة شخصية إلى حد احنا مؤمنين بهذه الرسالة، بهذه الخطوة. وهذا الشيء يقوي علاقتنا والفتنا صداقتنا مع إلهنا ومع الله. اليوم احنا إلى أي حد احنا نعيش خبرة الصلاة، نحيا بنفس الله، نكون واعين، نكون حاضرين، نكون دائما فعلا بعلاقة تواصل مع إلهنا. بالتالي أحبائي يحمل يوبيل 2025 أن يكون هو ورشة عمل، ما فقط على الأوراق. يطالبنا أن يكون هذا اليوبيل ورشة عمل، مسيرة تتواصل، ما نكل وما نتعب لما نكون إيدينا مع بعض، متضامنين، متفاهمين، متماسكين، فعلا فرحانين مع بعض، وحتى بأحزاننا نكون مع بعض. هذه هي القوة. إذن هو ورشة عمل في العمل والصلاة والتبشير بفعل وعمل الله بحياتنا الشخصية والجماعية. إذن أحبائي هذا اليوبيل هو زمن أساسي ومهم للتفكير والتأمل وإعادة وضع النقاط على الأحرف. نخلي النقاط على الأحرف ونجاوز كل خلافاتنا، نعبر. هذا المصطلح بروحانياتنا المشرقية، التجاوز كلش ضروري وأساسي، أن نعبر عن كل الخلافات الموجودة بيناتنا كيما نطيق نكمل المسيرة والمشوار، ونفتح بالتالي أحبائي صفحة أو صفحات جديدة مليئة بالرجاء. الرجاء اللي هو الله. بدون هذا الرجاء حياتنا تكون صعبة، تكون قاسية، ما بها طعم. الله هو اللي ينطينا هالطعم، الله هو اللي ينطينا هالقيمة، هالأهمية، هالوجود، هالثقل. إذن احنا مطالبين أن نفتح صفحات جديدة بعلاقاتنا الشخصية، العائلية، الكنسية، المجتمعية. إذن بالتالي أحبائي هو زمن التحرر. اليوبيل هو زمن ما نبقى فعلا متمسكين بأشياء كلش آنية زائلة، أن نتحرر من كل هالقيود، أن نتحرر من كل هالقيود، ونعلن بأن رحمة الله هي أوسع، طيبة الله هي أهم وأثمن بحياتنا، هي اللي تنطينا فعلا هالقيمة بوجودنا وحضورنا. إذن أحبائي سنة اليوبيل هي شهادة مسيحية. اليوبيل هو شهادة مسيحية ملقاة على عاتقنا كلنا اليوم، أن نقدم هذه الشهادة، هذه الرسالة، وهذا هو التحرير بكل معنى الكلمة. اليوم احنا إلى أي حد احنا نعيش هذه اللحظات،
هذه البركات، هذه النعم أحبائي ما هي سهلة واحد يعيش بزمن اليوبيل. هي بركة، هي نعمة، هي فعلا كل أمانة بأعناقنا أن نلتزم ونعيش هذه الأفراح. شنو معنات فتح الباب بسنة اليوبيل؟ كثير مرات نجاب هذا السؤال. بكنيستنا الكاثوليكية أحبائي يحمل فتح الباب معنى رمزي، قيمة رمزية عن أهمية روحية أكبر وأعمق. يمثل هو فرصة استثنائية للنعمة والغفران والتجدد. إذن يمثل فعلا فتح الباب عبر دخولنا من الباب المقدس. هو يسوع اللي هو الباب. إذا نقرأ بإنجيل يوحنا الفصل 9 الآية 10 يسوع هو الباب، وكل من يدخل من هذا الباب يجد مرعى ويخلص. إذن يسوع مقدم لنا الخلاص. يسوع يقدمنا هذا الخلاص، عربون الخلاص. ولما ندخل، لما فعلا كلنا نمر هذا الباب المقدس يرمز إلى الدخول بعلاقة أعمق، أن ندخل بعلاقة أعمق مع الله ونحتضن الله، يحتضننا برحمته وطيبته وغفرانه. إذن السنة المقدسة أحبائي هي وقت خاص من النعم، وقت مليان من البركات والتجدد الروحي المليان من النعم وبركات الله. عادة ما تكون كل 25 أو 50 سنة، لكن اليوم علينا أن نشهد، أن نعيش هذه اللحظات المميزة والرائعة. بدايات سنة اليوبيل بالكنيسة تعود إلى فترات طويلة. بالبداية كان كل 100 سنة تحتفل الكنيسة بسنة اليوبيل، ومع مرور السنوات والأعوام أصبح كل 50 سنة، ثم كل 25 سنة. وبسنة 2015 أعلن سيدنا البابا فرانسيس يوبيلا استثنائيا، سنة الرحمة، حيث الرحمة اللي فعلا هي العودة إلى أحضان الآب السماوي، الله الحنون الغفور الذي دائما ينتظر أحبائه وأبنائه. خلال السنة سوف تقام مسيرات حج، زيارات إلى الأماكن، إلى الكاتدرائيات، إلى الأماكن الأثرية التي عاشت وشهدت أحداث خلاصية، سواء في فلسطين إذا كنيسة المهد، أو في الفاتيكان في روما كنيسة القديس بطرس وبولس، أو في البرتغال إلى أماكن وكاتدرائيات ظهور أمنا العذراء سيدة لورد، وبباقي الكنائس والأديرة المنتشرة في العالم. أحبائي، سنة اليوبيل هي زمن التحرر، زمن الحرية، العودة، زمن الرجوع والاهتداء والتوبة. خلال هذه السنة الكل مطالب كيما يقوم بهذه الرحلة، هذا الحج الروحي. الحج هي مسيرة روحية، هي حج إلى داخل أعماقنا كيما نكون أكثر أمناء على عمادنا، على مسيحيتنا، على إنسانيتنا. إن شاء الله سنة مليئة من النعم والبركات. ربنا يسوع تحل على العالم أجمع كيما يعود الأمن والسلام والهدوء والاستقرار إلى أقطاب العالم، كيما تنتهي الحروب، تتوقف كل النزاعات، كيما فعلا تعود الأرض إلى حالة الاستقرار والهدوء، كيما فعلا نصلي من أجل كل المرضى،
كل المتألمين، كل المهاجرين، كل المغتربين، كيما يكونوا بسلام وأمان. نشكر ربنا خلال هذا اليوم المبارك المصادف الجمعة 24/1/2025، حيث قمنا بمسيرة صلاة وحج لرعية مار يوسف في بغدادة إلى كاتدرائية العذراء مريم كنيسة الطاهرة في قراقوش بغدادة، مع هذا الجمع المؤمنين بصلوات وتراتيل، كيما فعلا وعشنا هاللحظات وعبورنا من الباب، دخولنا من الباب المقدس وصلينا لأمنا العذراء، وكيما يكون السلام والأمان بالعالم أجمع.